اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم بيبليوتيك. كما عودناكم ديما اليوم جبنا لكم فيديو جديد، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا باللايك وبتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. الى اخر هذه الحلقه وغادي نتلاقاو، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو الزوج. اليوم سأعطيكم برهان، أول برهان بأن مكة المكرمة في الجزائر. الجزائر فيها ولاية تسمى بسيدي بالعباس، يمر عليها واد اسمه واد مكرم، سأكتبه، انظروا جيدا. واد مكرم، ونحن نعرف بأن اسم مكة المكرمة نكتبها كهكذا. مكة المكرمة. لو حذفنا الراء سنقرأها واد مكة، واد مكة. إذا حذفنا الراء، مكة المكرمة. ماذا فعل القدماء؟ أضافوا الراء لمكة ليجعلوها مكرة، وحتى في كلمة المكرمة حذفوا الميم وجعلوها مكرة. وأنا أقولها أمام رب العالمين، حسبي الله ونعم الوكيل في الأوائل الذين حرفوا كلمة مكة إلى مكرة، وسرقوا الدين الإسلام من الجزائر وذهبوا به إلى الشرق الأوسط، وزعموا بأن القرآن نزل في تلك المنطقة. ويل لكم، أين المفر؟ وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سترون بأعينكم الجبل فيه اسم مدينة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الفيديو الثالث والبرهان الثاني. لقد قلت لكم في الفيديو السابق بأن أثبت لكم المدينة، اسم المدينة مكتوب في جبل، وها هو. تبعوا الميم، هذه الدال، هذه الياء، وهذه النون فوقها نقطة، وهذه التاء مربوطة. مدينة. وهنا وأنا كتبت هذه هي المدينة المنورة التي كان فيها محمد عليه السلام، مكتوب مدينة في جبل. الميم، دال، الياء، وهذه النون فوقها نقطة، وهذه التاء مربوطة. انظروا جيدا. ومن بعد هذا الفيديو المقبل سأتكلم فيه ما هي اللغة الأصلية للقرآن الكريم، وستندهشون، لأن كل هذا هو الحق من عند الله سبحانه وتعالى لإعادة عزة الإسلام كما كانت
في الجزائر. لا مفر من هذا. الله سبحانه وتعالى أقفل على القلوب بمدة 1400 سنة. سأعيدها: الله أقفل على القلوب 1400 سنة، يعني من بعد موت الرسول ببعض سنين، عندما سرقوا الدين الإسلام من الجزائر ذهبوا به إلى الشرق الأوسط. من هنا قفل الله سبحانه وتعالى عليهم إلى يومنا هذا. إذن علينا بإعادة النظر في كل هذه الأشياء وبدقة. وانظروا جيدا: ميم دال ياء نون تاء، وها هو الجبل. وأتحدى العالم كله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في المرة السابقة تكلمت وقلت بأني سأدلكم على اللغة الحقيقية للقرآن الكريم، ولكن عندما رأيت التعليقات هناك من يدعي بأني كلب وأني مجنون. كاين اللي يقول لك بريك انت خاصك الزطلة وخاصك من النار، الله يجيب الشفاء والنبي. داكم. أولا وقبل كل شيء أنا أتكلم علميا وبالأدلة، والله سبحانه وتعالى يقول: آتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والذين يستهزئون، الله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. الآن برهان. المرة السابقة لقد رأيتم بأن الجبل مكتوب فيه مدينة. الآن بجوار الجبل مكتوب الله، وها هي الصورة أمامكم. الله. وبجوار الله سبحانه وتعالى هناك لقب، لو نون دو فامille، مكتوب نوار، ولكن باللغة اللاتينية NOUAR، لكي يثبت الله سبحانه وتعالى بأن القرآن حق، ويبطل كل الأكاذيب البشرية التي كانوا يقولون عليها بأن محمد عليه السلام هو اللي كتب القرآن. لا، القرآن مش من عند ربي، لا احنا خلقنا كيما هكا وغادي نموتوا ونروحوا غير هاك. لا مفر، لا مفر. هذا هو الحق، وقد جاءكم الحق. وانظروا جيدا إلى هذه الصورة. NOUAR. غادي نزوميها. فوالا. Il y en a beaucoup de gens qui savent décorer les alphabets. Alors il faut mieux qu'ils regardent très très bien sur les écritures. نوار. ولقد قلت لكم في الفيديو الأول: اسمي نوار عبد الحكيم،
ومن الجزائر. أنا لا أغطي وجهي. الحق إنه الحق لله وحده، وأقولها وأعيدها: لولا الله سبحانه وتعالى أنا لا أعرف شيء. وفي الحلقة القادمة سأقول لكم من أين لغة القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان هذا هو الموعد ديال هاد النهار، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا باللايك وبتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. الى موعد لاحق بحول الله مع فيديو جديد، وشكرا.